السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المتابعين الكرام. اليوم لدي لكم بعض نصائح مهمة، لكن قبل تفاصيل نرجو الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. علاقات آمنة هي علاقات خالية من أي ألعاب نفسية. ما هي الألعاب النفسية؟ هناك كثير من بينها ما يلي: واحد، لعبة الظهور والاختفاء. يتركك الشخص تتعود عليه لدرجة كبيرة، ومجرد أن تتعلق به يبدأ يتلاشى من حياتك تدريجيا. ثانيا، لعبة التقل والتأخر في الرد، وهو محاولة الشخص التظاهر بأنه ذاهب أو لا يملك الوقت كافي، ويعتبرك شيئا ثانوي في حياته ليزيد اهتمامك به أكثر. ثالثا، لعبة القمص والمبالغة في ردود الأفعال. عندما يخطأ في حقك يحاول تصغير المشكلة أو يحاول وضع الحق عليك، أما إذا أنت أخطأت في حقه سيبالغ في رد فعله ويجعلك تشعر بتأنيب الضمير. رابعا، لعبة التقليل، هو أن ينتقدك على أشياء فيك ويحاول أن ينتقص من قيمتك وقدرتك لكي تشعر دائما بأن وجوده في حياتك يعتبر مكسبا لك. خامسا، لعبة الرسائل المزدوجة والتصرفات التي تحمل أكثر من معنى. يقول لك كلاما غامضا وفيه العديد من المعاني، ويتركك تفكر طول الوقت في البحث عن إجابات، وبالتالي سيكون هو بذات محور تفكيرك. سادسا، لعبة الغمر والاهتمام والمحبة. في البداية سيمنحك كثيرا من الحب والاهتمام، وسيشعرك بأنك مميز جدا. من ثم يتجاهلك ويعاملك ببرودة ليجعلك تشعر بالنقص، وتصبح تطالب بنفس المعاملة مثل الماضي. ومجرد الشعور بأنه بدأ يخسرك يعود من جديد ليبادلك الحب والاهتمام لكي يبقيك متعلقا به بشكل دائم. القصة الثانية: هناك قرية امتاز أهلها بالكذب والشهادة الزور، وفي هذه القرية تتزوج الرجل بامرأة سرا وكأن زوجا شرعيا أمام الشيخ بحضور الشهود. وبعد فترة اختلف الزوجان وطردهما الزوج من المنزل وسلبها حقوقها، فذهبت للقاضي مشتكية وقالت: تزوجني زوجا شرعيا، اشهد بذلك فلان وفلان. طلب القاضي حضور الزوجة والشاهدين، فأنكر الزوج والشهود ومعرفتهم بهذه المرأة أو أنهم رأوها سابقا. نظر القاضي للشاهدين جيدا وللزوجة أيضا وسألها: هل عند زوجك كلام؟ أجابت: نعم. قال: هل تقبلين بالشهادة الكلام وحكمهم؟ قالت: نعم. قال: خذيها، فإن بحت الكلاب عليها فهي تكذب، وإن ربحت بها فهي صاحبة الدار. ارتكب الشاهدان واصفرت وجوههم، فقال القاضي: أجلدوهم فإنهم يكذبون. بئس القاري التي كلابها أصدق من أهلها. حياتنا مليئة بالعبر. قصة ثالثة: أخذ الرجل أباه العجوز لأحد المطاعم فاخرا لتناول العشاء، وكان الأب كبيرا في السن وارتجف يداه، وعندما يأكل يتنثر الطعام على الأرض وعلى الملابس. لفت هذا النظر كل من كان في المطعم. بقى الرجل هادئا وانتظر لحين انتهى به من الأكل، وبعد ذلك أخذ إلى مغسلة وغسل يده وفمه ووجهه ونظف له ثيابه، ثم عاد ونظف المكان بكل هدوء ودفع الفاتورة وخرج وسط أنظار كل من كان في المطعم. بينما هو وأباه يهمان بركوب السيارة، لحقه الرجل كان موجودا داخل المطعم، وطبعا قبله على رأسه أبي وآخر على جبينه، وقال له: سيدي، لم أنتبه أنك تركت شيئا في المطعم. قال له: لا،
فرد عليه الرجل: بلى، لقد تركت درسا بليغا في بر الوالدين لكل من في المطعم. سنرحل ويبقى الأثر. هنا تنتهي هذه قصتنا. نلتقي في قصة جديدة. إلى اللقاء.